فرق العمر بين أبطال المسلسلات الهندية. في هذا الموضوع سنلقي نظرة على الفروقات العمر بين بعض الأبطال المسلسلات الهندية المشهورة. سنعرض أزواج الممثلين والممثلات ونشير إلى فارق العمر بينهم. أولا، مسلسل حبيبتي من تكون. الممثل نيل بهات الذي جسد شخصية فيرات يبلغ من العمر 36 سنة. الممثلة عائشة سينغ التي جسدت دور ساي تبلغ من العمر 27 سنة، فارق السن بينهما 9 سنوات. ثانيا، مسلسل ميت. الممثل شاغون باندي الذي جسد شخصية ميت أهلاوات يبلغ من العمر 26 سنة. الممثلة آشي سينغ التي جسدت دور ميت هودا تبلغ من العمر 25 سنة، فارق السن بينهما سنة واحدة. مسلسل أمنية وإن تحققت. الممثل هارشاد شوبرا الذي جسد شخصية آبهي يبلغ من العمر 40 سنة. الممثلة بارانالي راتود التي جسدت دور أكشار تبلغ من العمر 26 سنة، فارق السن بينهما 14 سنة. مسلسل هوس مايا. الممثل كوشال تاندون الذي جسد شخصية أرجون يبلغ من العمر 38 سنة. الممثلة جينيفر وينجيت التي جسدت دور مايا تبلغ من العمر 38 سنة، ليس هناك أي فارق بينهما. مسلسل حكايتنا. الممثل كاران فير شارما الذي جسد دور شخصية شوريا يبلغ من العمر 37 سنة. الممثلة ديباتاما ساها التي جسدت دور أنوكهي تبلغ من العمر 26 سنة، فارق السن بينهما 11 سنة. مسلسل حياة قلبي. الممثل دهراج دوبرا الذي جسد شخصية كاران يبلغ من العمر 38 سنة. الممثلة شرادها آريا التي جسدت دور بريتا تبلغ من العمر 35 سنة، فارق السن بينهما 3 سنوات. مسلسل رحلة لاكشمي. الممثل روهيت سوتا شانتي الذي جسد شخصية ريشي يبلغ من العمر 27 سنة. الممثلة إشواريا خاري التي جسدت دور لاكشمي تبلغ من العمر 28 سنة، فارق السن بينهما سنة واحدة. مسلسل الحب الخادع. الممثل أرجون بيجلاني الذي جسد شخصية ديب يبلغ من العمر 40 سنة. الممثلة إليشا بانوار التي جسدت دور أروهي تبلغ من العمر 27 سنة، فارق السن بينهما 13 سنة. أخبروني في التعاليق، هل تريدون جزءا ثاني من هذا الفيديو؟ شكرا لمتابعتكم لهذا الفيديو، ونأمل أن يكون قد نال إعجابكم. إذ كان لديكم أي تعليقات أو أسئلة فلا تترددوا في تركها لنا في قسم التعليقات أسفل الفيديو، ولا تنسوا الاشتراك في قناتنا وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. شكرا لكم مرة أخرى، ونتطلع للقائكم في فيديوهات قادمة.